تطبيق الحدود الشرعية، هذا الأمان الذي سنه الله سبحانه وتعالى وشرعه في دينه، لا شك أن له كثير من الأهداف الخيرة ومن الآثار الطيبة على الفرد وعلى الجماعة. لعلنا نتحدث عن هذا الأمر العظيم في منطلق هذه الحلقة. شيخ سعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن تطبيق الحدود إرضاء لرب العزة والجلال، وسمع وطاعة لأوامره سبحانه وتعالى. تطبيق الحدود يحصل به الإنسان على الدرجات العلى في الدنيا والآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد يقام في الأرض خير من أن تمطروا 40 صباحا، كما رواه النسائي وابن حبان وصححه. والنصوص الواردة في أجل تطبيق الحدود وثواب ذلك كثيرة متعددة، وحينئذ أنبه إلى عدد من القضايا المتعلقة بهذا الموضوع. أولها أن الواجب على المؤمن أن يذعن لحكم الله عز وجل، وأن لا يعارض في تطبيق شيء من الحدود، إذ قد يقدح في إيمانه قدحه في تطبيق هذه الحدود الشرعية، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والأمر الثاني أن من الواجب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، أن الحدود الشرعية تطبق، وهذا سير على شرع رب العزة والجلال، فهو نعمة من الله تستحق أن يشكر الله جل وعلا عليها. والأمر الآخر الذي ننبه عليه هو أن تطبيق الحدود الشرعية يجب علينا جميعا مساندته بكل ما نستطيع، وأن نتقرب لله عز وجل بذلك، فإن الحدود الشرعية يجب علينا أن نتعاون في إقامتها وفي إمضائها وفي جعل الخلق يقبلونها، انطلاقا من قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أنواع المساندة في ذلك التواصل مع وسائل الإعلام الشرقية والغربية، والولوج إلى وسائل التواصل الاجتماعي لشرح العقيدة الإسلامية والأحكام الشرعية المترتبة أو المتعلقة بتطبيق الحدود الشرعية، فإن هذه الحدود مما أمر الله به ومما جاءت به الشريعة، وتحصل به مصالح الدنيا ومصالح الآخرة. وإذا نظر العبد في أحوال الناس وجد أن من سعى إلى سفك الدماء وبذل الأسباب التي تؤدي إلى الاقتتال وتفرق المجتمع ليكونوا أحزابا مقتتلة، يجب أن نقف في وجوههم بلا مماراة وبلا مجاملة، نتقرب بذلك لله عز وجل. وعندما تصل أخبار مضللة أو دعايات كاذبة إلى وسائل الإعلام الأجنبية، ينبغي بنا أن نتواصل معها لنوصل لها الفكرة الصحيحة، وأن نوصل لها الواقع الحقيقي الذي انبنت عليه هذه الأحكام. والأمر الثالث أن نعرف أن تطبيق هذه الحدود تحصل به طمأنينة النفوس واستقرارها، وتحصل به أسباب الأمن، فإن تطبيق الحد يجعل الناس يأمنون في نفوسهم أولا، ويجعل من تسول له نفسه بالإقدام على مثل هذه الجرائم يتوقف،
فلا يقدم على ذلك. ومن الأمور التي نؤكدها هنا أيضا أن نعرف نعمة الله عز وجل علينا في هذه البلاد بما أسبغ علينا به من النعم المتعلقة بأمور الولاية. فقد هيأ الله عز وجل لنا دولة في هذه البلاد حفظ الله بها ديننا، وكانت من أسباب حفظ الأمن، ومن أسباب الازدهار والنماء، ومن أسباب تطور الخدمات في الحرمين الشريفين، ومن أسباب تمكن الناس من أداء نسك الحج والعمرة بيسر وسهولة. ولها آثار عظيمة أيضا في دعم العمل الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربه، وفي الوقوف معه، وفي إرشاده إلى ما تصلح به أحواله، ويكون سببا من أسباب إعانتهم على أداء المهام والأهداف الحسنة التي حرص أصحاب العمل الإسلامي على الوصول إليها. ومن ثم فإن هذه الدولة نعمة من الله عز وجل. ومما قامت به هذه الدولة أن طبقت الحدود الشرعية بدون مجاملة، ورغبت في أن يكون ذلك على أحسن منوال من خلال جعله يتدرج في درجات قضائية مختلفة متعددة، بعضها لا يمت لبعضها الآخر بصلة. فمتى اتفق الرأي فيما بين هذه الدرجات القضائية على تطبيق الحكم الشرعي بإثبات الحد، فإنه حينئذ تقوم به الدولة. وهذا نعمة من الله عز وجل علينا جميعا أن أوجدنا في هذه الدولة، وأن أوجدنا في زمان توجد فيه دولة تقوم بتطبيق الحدود الشرعية. وحينئذ نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الولاية لما قام به من الأمر بتنفيذ هذه الحدود وإقامتها طاعة لله عز وجل. كما أن من الجهود المشكورة جهود رجال الأمن الذين كان لهم دورهم في متابعة هذه الجرائم والقضاء عليها وتقديم القائمين عليها للقضاء. وفي مقدمتهم رجل الأمن الأول وزير الداخلية ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء. وكذلك أيضا من الأمور المشكورة ما تحلى به ذو المنفذ فيهم الحدود، حيث رضوا بهذا الحكم القضائي وعلموا أن به يستتب الأمن وتستقر الأحوال، وبالتالي سلموا للجهات القضائية ما حكمت به، ولم يعارضوا على تنفيذ هذه الأحكام الشرعية، ولم يستجيبوا لتلك الدعوات الخارجية التي طلبت منهم أن يحصل منهم تشويش، وطلبت منهم أن يكون لهم أثر في تفريق المجتمع وتفكيك كلمته، إلا أنهم بفضل الله عز وجل لم يستجيبوا لهذه الدعوات المضللة التي لم تأتي لرعاية المصالح وإنما جاءت لبث المفاسد. وكذلك أيضا مما ينبغي التنويه عليه التنويه بجميع أفراد المجتمع الذين تعاونوا مع الجهات الأمنية والقضائية، سواء في الدلالة على مثل هذه الأعمال أو الإرشاد إلى أصحابها أو التبليغ عن الحركات المريبة التي قد توجد في مجتمعاتنا. ولا شك أن من القربات أن نتقرب لله عز وجل بالتبليغ عن كل من يتبنى تلك العقائد الفاسدة والأفكار المنحرفة التي تسعى إلى سفك الدماء وإلى الاستهانة بالحرمات، فإن التبليغ عنهم من الأعمال الجليلة التي يترتب عليها آثار حميدة في الدنيا والآخرة، ولو كان ذلك الشخص من القرابة، لأن كون الإنسان يبلغ عن
صاحب هذه الأفعال أو عن الحركات المريبة فيؤمن شره، وقد يدخل مثل هذا في السجن سنوات، خير له من أن يكون سببا من أسباب تلف نفسه وزهوق روحه وتلف أنفس الآخرين وأموالهم. ومن هنا فإن من القربات الواجبة التبليغ عن هؤلاء المفسدين الذين لا يرعون جانب حرمة لا للولاية ولا للمجتمعات المسلمة الآمنة. ومن الأمور التي نؤكد عليها في هذا الأمر أن يحرص الناس ألا يأخذوا كلمة أو موعظة إلا ممن يعرفون ويوثق بهم، فكم ممن وجد من الأشخاص ممن يدعي ويظهر زورا وكذبا وبهتانا شعارا براقا حسنا باسم الإسلام، وهو في حقيقته إنما يريد بفعله ظلم الخلق وسفك دمائهم، بل وقد يريد القضاء على دين الإسلام باسم الإسلام. ولذلك فإن من الأمور التي أيضا ينبغي أن ننبه عليها أن تلك الدول التي ترعى الإرهاب وحوادث القتل وسفك الدماء وتقوم بدعمها والمدافعة عن أولئك الذين يسعون إلى الفتنة وإلى الاقتتال والاحتراب الداخلي وسفك الدماء، هذه القوى يعلم العبد أنهم قد ناصروا أولئك الظالمين المجرمين، وأنهم قد بذلوا من أموالهم ومن أوقاتهم ومن خططهم ما يظنونه سببا من أسباب انتشار هذه الجرائم بين المجتمعات المسلمة. ولذلك فإن الواجب على جميع أصحاب الولايات في جميع الدول في مشارق الأرض ومغاربها أن ينتبهوا لهذا الخطر الذي يسعى إلى تفريق الناس في تلك البلدان، ويسعى إلى إفساد اقتصاد هذه البلدان. والسعيد من وعظ بغيره، كم من دولة دخل فيها هؤلاء فأفسدوا، وكان من آثار دخولهم أن سفكت دماء كثيرة بمئات الألوف، وأن انتهكت محارم، وأن أخذت أموال ونهبت إلى غير ذلك من المفاسد التي حصلت من قبلهم. ولذلك فإن من الواجب على أصحاب القدر من سياسيين واقتصاديين وإعلاميين أن يتقربوا لله عز وجل بالوقوف في وجه هذا المد القومي الفارسي، وألا يقبلوا ممن ينتسب إليه أو يستجيب لدعوته، بل عليهم أن يقفوا في وجوههم موقفا حازما قبل أن يستفحل أمرهم، ومن ثم يصبحون شوكة في أعناق تلك المجتمعات. نعم. أحسن الله إليك شيخ سعد على البيان الطيب المبارك. ونحن الحقيقة نرى تلك الآثار من تلك القوى الحقيقة ما حلوا بأرض إلا حل فيها البلاء والنكبة.